هلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده تحفه، سبرايز الجامعه. يعني ايه يا ياسمين سبرايز الجامعه؟ جبت لبس كتير قوي 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 النهارده، فجاي اقول لكم اللبس وايه اللي هيبقى مناسب معاكم في الجامعه عن طريق تجربتي الشخصيه بقى، بما اني كنت بروح الجامعه وسفر وكده. فلو انت بتروح الجامعه المسافات زي مثلا جامعتك لو في جامعه حلوان، فانت يا قلبي بتركب مترو طويل وبتروح طريق طويل، او لو انت جامعتك في حته تانية، او لو انت جامعتك هنا عادي، ما هو ده برضو انت هتلبسه. فجاي اقول لكم النهارده حاجات خفيفه ولذيذه، وايه هي الهدوم اللي احنا نشتريها لو انتوا لسه ما اشتريتوش، الحاجات اللي هتنفعكم فعلا واللي هتريحكم جدا في اللبس، واللي هتخليكم ماشيين كده فاشونيستات وفي نفس الوقت مرتاحين. فقبل ما نبدا، لايك، اشتراك في القناه، وتعملوا شير الفيديو ده، وتكتبوا لي كومنت تحت برايكم، وتابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوها في الديسكربشن بوكس. وبس كده، يلا بينا نبدا. كده اول حاجه معايا البناطيل دي البناطيل الكتان اللي طالعه. انا كل اللبس ده هلبسه وهسيبه لكم هنا، يعني هبقى سايباه ملبوس. عايزه اقول لكم البناطيل الكتان اللي طالعه دي تحفه في اللبس يا جماعه، خفيفه جدا ومريحه قوي قوي قوي. انا جايبه منها كذا لون، يعني هوريكم دلوقتي، استنوا. بصوا اصلا والله يعني انا كنت جايبه واحد من الاسود ده، ولما لبسته عجبني قمت جايبه بقى البني، وجبت الاسود تاني، يعني قلت عشان لو ده حصل له حاجه. بصوا تحفه يا جماعه، تحفه. ادي ده لون وادي التاني. بصوا يعني دي الالوان الاساسيه اللي هو الابيض والاسود، وجبت البني ده برضو لانه طالع ترند قوي، يعني ده البسه مع توب مثلا وشميز ابيض هيبقى خطير، او تلبسيه مع توب وسويت شيرت مثلا هيبقى تحفه اهو. وجبت بقى لون مطرقع كده، يعني انا ساعات بحب امشي بقى ايه بلون مطرقع. بصوا تحفه. فاساسي معاكي البناطيل دي، في منها خامات خدوا بالكم، يعني انا جايبه منها تقريبا 3 خامات. يعني في اللي هو الكتان اللي هو التقيل، وفي كتان اخف شويه، وفي حاجه وسط. يعني هو اسعارهم مختلفه، بس يعني انت لو جبتيها اونلاين الصوت اللي بيبقى عامل عليها اوفر بقى ب 300 جنيه و 400 جنيه هتلاقيها الخفيفه خالص. هي مش بتشاف، يعني هي مش شفافه بس خفيفه، فاهمه؟ يعني دي كمان شويه ما تقدريش تلبسيها، ويفضل انت لو هتلبسيها تلبسي تحتيها بنطلون، يعني انا عن نفسي بلبس تحتيها بنطلون. ايه تاني يا ياسمين ممكن نلبسه؟ الشميزات بالوانها. الشميزات بصوا يا بنات، الشميزات حرفيا بتغير اي طقم للاحسن. يعني ايه؟ يعني انا مستعجله بلبس بنطلون وايد ليج وشميز واي توب من فوقيه، او اي حاجه بتلبس. بلبس توب من تحت على البنطلون وبلبس الشميز من فوق، بلبس شميز بلبس اي حاجه على الشميز. جايبه الشميزات، جايبه القصير الطويل اللي هو طالع ترند، وجايبه اللي هو طوله معقول يعني مش طويل قوي، شايفين؟ وجايبه اللي هو العادي اللي هو الشميز بتاعنا العادي اللي هو مقاسه العادي يعني. برضو الالوان دي تحفه. يعني بصوا انا لابسه اهو شميز على تي شيرت، بصوا بيغنيكي بقى، يعني ده على بنطلون وايد ليج، الطقم ده في حته تانية، وكوتش ابيض بقى وشنطه خضراء مثلا او شنطه بيضاء، تحفه. فالشميزات ضروري 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 تبقى في دولابك. ليه يا ياسمين؟ لان الشميزات بصي ده لبس المستعجلين، وفي نفس الوقت انت شياكه، انت فاشونيستا، بغض النظر عن التيشيرت الشميز ده مش مهم. بس بصوا بجد، بصوا يا جماعه، والطويل اللي هو طالع موضه ده اصلا بجد تحفه. انا جايبه الشميز ده عشان البسه على البنطلون اللي هو اللي انا وريته لكم، بتبقى سود كامله. جايبه لكم طبقه وهوريها لكم كمان شويه. قميص الابيض، قميص الاسود. هاتي دايما الالوان الاساسيه الابيض والاسود لان دول اهم حاجه، وبعد كده يعني ممكن تجيبي بقى الالوان الفرعيه او الالوان المترقعه زي دول كده. يعني انا جايبه الفوشيا وجايبه اللون ده، فيعني دي الوان مترقعه، دي مش كل يوم هتحبي تلبسيها، في ايام هتقولي لا مش هلبس الالوان دي. بس الابيض والاسود دول دولابك ما يستغناش عنهم. التوبات من الحاجات الرهيبه في اللبس. انا عن نفسي كياسمين بلبس الشميس بلبس عليه توب اللي هو لحد يعني تحت منطقه الصدر بشويه، توب وبنطلون وايد ليج والكوتش، وببقى تحفه. طرحه بعملها كده او بخرجها من بره، يعني على حسب الاوتفيت وعلى حسب الطقم وعلى حسب انا رايحه فين. فعندكم توب زي ده مثلا، ده قط كده وده طول، ده طول بيبقى كده، بصوا لحد هنا بس خطير، وخصوصا ان هو اسود فبتلبسيه على اي حاجه بيليق. بصوا ده تحفه بنات، تحفه. ده هينفعك صيف شتا اصلا، يعني ده ممكن تلبسيه على اي، في شميزات كتان او شميزات تقيله ممكن تلبسيه عليها بيبقى تحفه. وجايبه الشميز ده لانه التوب ده قصدي لانه طالع ترند. التوب ده تحفه تحفه. التوب ده
وطالع ترند وانا جايباه اصلا، يعني سبب من الاسباب اللي انا جايباه ان انا جايباه للسوق، بس بصراحه هو عجبني فانا هجيب منه الابيض اللي هو الابيض في اسود والبني او البيج، لسه ما قررتش بس هجيب منه تاني لانه تحفه في اللبس. في منه مقاسات، هو مش وان سايز، في منه طويل وفي منه قصير. انا جايبه القصير لان انا كده كده هلبسه وهدخله في البنطلون. ممكن تجيبي منه الطويل لو انت بتحبي الحاجه طويله وواسعه، بس انا كده كده البنطلون واسع والشميز طويل، فطويل مع طويل هيبقى شكلي هلهطه. فدي كده تالت حاجه معايا فود لابل. بعد كده بقى اللي هو بقى ايه الحاجات بقى اللي هي مستعجله خالص وبجد يعني لازم هنزل وما عنديش وقت ان انا اقعد لسه اطلع شميزات، فالتيشيرتات الاوفر سايز ما خلتش، بنطلون والشميز والتيشيرت الاوفر سايز بصوا تحفه، بيتلبس على اي بنطلون خطير. هبقى اسيب لكم صوره هنا. وده التيشيرتات بقى اللي هي نص كم دي يا جماعه خطيره خطيره بجد، سواء الاوفر سايز او اللي هي على مقاسك، بس انا اللي على مقاسي دي يعني دي مقاسي انا مظبوطه، بصوا دي مقاسي مظبوطه مش اوفر سايز، فدي انا بلبسها على جيب مثلا، على جيبه وبلبس عليها شميز تحفه، اقسم بالله تحفه. وده بلبس تحتيه برضو شميز او بلبس تحتيه توب يكون بكم زي ده كده، ده توب بكم اهو، هو ده كارينا، فساعات بلبسه وساعات بلبس شميز يعني على حسب. برضو التوب ده هاتي منه الابيض والاسود لان ممكن تعملي على انه اندر شيرت وبتلبسيه على بنطلون، والشميز بيبقى مفتوح والطرحه بيبقى شكلك تحفه. انا جايه لكم كده بالحاجات، ممكن تلاقوا يعني الشميزات داخله في كل الهدوم اللي انا جايباها، بس انا جايبه لكم الحاجات اللي بتنجز، الحاجات اللي بتخلص وفي نفس الوقت بيبقى شكلها حلو. دي اساسيات لبس الصيف، لسه في اساسيات لبس الشتاء، ولما اجيب لبس الشتوي هوريكم، بس احنا لسه في الصيف اللي حرفيا يعني انا بصراحه ما بجيبش منهم كتير بس ما بيخلصوش من دولابي. وهو الهودي ده مثلا او السويت شيرت ده اللي هو الاوفر سايز، سويت شيرت الاوفر سايز ده على اي بنطلون وايد ليج او على اي بنطلون ليجن او على اي جيب بيبقى تحفه بجد. يعني انا البنطلون السويت شيرت ده اصلا قلت هلبسه على البنطلون البني كان تحفه، هسيب لكم هنا. فانتوا هاتوا سويت شيرتات اوفر سايز، البناطيل بلاش اللبس الضيق قوي يعني خليكي في المعقول وكده. اخر حاجه بقى معايا النهارده وهي الجيب. الجيب يا جماعه بجد تحفه في اللبس، طبعا اللبس في الفوت بيبقى جميل، فالجيب ممكن تجيبي جيبه او اتنين لو انت ما بتحبيش تلبسي الجيب، ممكن تجيبي جيبه او اتنين زي الجيبه دي كده، الجيبه دي فيها شكل كده الورده دي، فممكن تجيبيها وتلبسيها الجيبه دي على اي توب، على اي شميز، على اي تي شيرت، على اي حاجه بتتلبس تبقى شكلها تحفه. يعني جربي تجيبيهم وتلبسيهم كده تحفه يا بنات بجد. انا جايبه السودا الساده، وجايبه دي وجايبه دي. انا بصراحه ما بلبسش جيب كتير، بس لما بعوز ساعات افصل من البناطيل بلبسهم بجد، بيخلوا شكل الاوتفيت في حته تانية. فبس كده ده الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان تدخلوا جديد، تعملوش الفيديو ده وتابعوني عشان هنزل لكم سبلايز الجامعه وتحضير شنطه الجامعه وفلوجات اول يوم جامعه، وبصوا هبهركم الفتره الجايه. فبس كده ده الفيديو بتاعنا، ده وحشوني جدا جدا، باي.